اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله معلومه على الماشي. هنتكلم النهارده عن افكار اللانش بوكس الصحيه لاطفالنا، وكمان هنتكلم عن انواع العيش، ايه افضل نوع فيهم عشان ده مهم جدا لصحه اطفالنا. طبعا احنا عارفين مع دخلة المدارس لازم الاطفال يكون تركيزهم عالي جدا، لازم تكون طاقتهم كويسه، لازم الخمول اللي عندهم يبقى قليل. فاحنا محتاجين نمشي على ستيبس معينه، نمشي على بروتوكول للاطفال بحيث ان قدام تركيزهم يكون كويس والادراك عندهم يكون سليم، وان احنا بنحاول لقدام ان احنا نبني جسم صحي، ان احنا نبني جسم مفيش فيه خلايا دهنيه عددها كتير، لان طبعا زي ما انتم عارفين ان الاطفال في مرحله نمو فعدد الخلايا الدهنيه ممكن يتضاعف، وده معناه ان قدام سمنه الطفوله مشاكلها كتير جدا. فاحنا من دلوقتي لازم ان احنا نبني صح الطفل، لازم ان احنا نبني صح كتغذيه عشان صحه العظم وعشان النمو. طيب خلونا ندخل في الموضوع على طول. افكار اللانش بوكس معايا اللي انا هتكلم فيها هتبقى عباره عن اللي انا هقوله ده. الطفل محتاج بروتين، محتاج الياف، محتاج نسبه دهون في الوجبه بتاعته، ومحتاج نشويات. النشويات اللي هياخدها يفضل انها تكون معقده الاول، بطاطس على البخار، ممكن تعملوها بمعلقه زيت صغيره خالص، تقطعوها بطاطس صوابع وعلى نار هاديه، بتبقى حلوه وكويسه، والاطفال مش بيركزوا في حته انها محمره او لا، بس هنا هتبقى صحيه اكتر. تضيفوا على البطاطس دي كمون، تضيفوا عليها بهارات، كركم، رشه كركم صغيره، رشه فلفل اسود صغيره خالص، فده هيفرق معاهم كتير قدام. دي النشويات اللي هم المفروض انهم يدخلوها. لو هنتكلم بقى عن العيش هنا كنشويات، خصوصا لو انتوا بتحطوا في اللانش بوكس فينو او توست ابيض او عيش اللي هو بالدقيق الابيض، فخدوا بالكم من حاجه. هرتب لكم كده العيش، اسوأهم الفينو. الفينو اسوأ حاجه، سعراته تقريبا 350 ل 400 سعر حراري في الفينو الواحده. انتم متخيلين سعراته عاليه قد ايه؟ غير انه الجلايسيميك اندكس يعني سكر الدم رفع بسرعه، وده هيخليه جوه اسرع وهيخلي تخزين الدهون عنده اعلى. تاني حاجه التوست الابيض او العيش الابيض، فده نسبه الالياف فيه قليله، برضه سعراته عاليه بس ممكن تتراوح من 250 سعر ل 300 سعر حراري. معنى كلامي هنا ايه؟ افضل عيش للاطفال لو انتوا هتدخلوا عيش، ممكن تدخلوا مثلا وش رغيف او تدخلوا واحد توست اسمر او اتنين، فافضل عيش ليهم اللي هو العيش البلدي. العيش البلدي سعراته من 100 ل 150 160 سعر حراري، هنا سعراته كويس، برضه نسبه الالياف فيه اعلى. انا بس حابه اوضح لكم حاجه، ان ممكن الفرق ما بين العيش والتاني هو ده معمول بدقيق ابيض ولا معمول بنسبه الياف او نسبه رد او نسبه وجود الحبه الكامله. ليه بتفرق؟ انا مش بتكلم هنا في السعرات لان تقريبا سعراتهم قريبه من بعض، بعيدا عن الفينو لان سعراته عاليه جدا، فالعيش كله سعراته قريبه من بعضه تقريبا من 100 ل 150 ل 200 سعر